يا اختي عشرية واحب اسأل عن جيراني، طبعا اطمن على اخبارهم اول باول. غلطانة بقى يا اختي؟ غلطانة يا ابو سيد؟ لا يا بمبة، ما انتش غلطانة، ده الواجب وده الاصول. امال الولية اللي تنقرص في نعيمها اللي اسمها عنايات دي ملوية ومقموصة مني ليه بقى؟ اللي بتسألي عنها يا بمبة؟ ايوه يا ابو سيد. بالعكس يا بمبة، احنا لازم نسأل عن جيراننا ونطمن عليهم. لكن مش بقولك ما يتمرش فيهم ابدا. قال يا اخويا الولية تقعد تزعق لي وتهلل في وسط الحتة وتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. غريبة، معقولة دي يا بمبة؟ وحياتك ده حصل يا ابو سيد. لا بقى الحكاية لازم فيها إن، لازم فيها إن. احكي لي حصل ايه بالتفصيل. هحكي لك يا ابو سيد. ايوه احكي لي. من قيمة يومين قابلت البت حلويات اللي بتشتغل عند الست عنايات، رحت نادها عليها: ازيك يا بنتي يا حلويات؟ الله يسلمك يا خالتي بمبة. والنبي انت ما تعرفي مقامك عندي قد ايه، وقلبي بينشرح لما بشوفك كمان زي ما تكوني كده بنتي. قولي لي يا حلويات، انت رايحه فين يا اختي؟ نازله السوق يا خالتي بمبة. حلوه قوي، نازله تشتري الخضار لاستعنايات مش كده يا حلويات؟ ايوه يا خالتي بمبة. هتطبخوا ايه بقى النهارده؟ بطاطس يا خالتي بمبة. وهتشتري بطاطس قد ايه؟ قد ما هم قايلين لي يا خالتي بمبة. والنبي يا اختي ليكي حق ما تقوليش، اصلك عاقله وتفهمي في الاصول. انا مستخسراكي في الخدمه قوي، بيني وبينك صعبان عليا انك تخدمي في البيوت وتتعبي فيها، والنبي ده انا لك عندي عريس لقطه يا بنتي يا حلاوه. والنبي يا خالتي بمبة اهو احسن من الشقه اللي انت فيه. قلتي ايه؟ هي الواحده عايزه ايه غير انها تتستر يا خالتي بمبة؟ على خيرة الله يا حبيبتي، ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه. قلتي لي هتشتري قد ايه بطاطس؟ ابقي فوتي عليا النهارده بعد الظهريه بعد ما تشتري البطاطس. انت قلتي لي هتشتري قد ايه؟ 2 كيلو يا خالتي بمبة. وطبعا هتشتروا لحمه ولا هتطبخوها قرداحي؟ لا يا خالتي بمبة، ده انا هجيب نص كيلو. يا ندمتي، نص كيلو لحمه؟ نص كيلو على 6 انفار يا بنتي، ده ما ياكلش 6 قطط. عن اذنك يا خالتي بمبة، احسن اتاخرت. طب يا حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بمبة؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذه يا خالتي بمبة، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده، تفوتي عليا العصر من عارف، يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بمبة.